ازاي اعرف ان انا مع الشخص الصح؟ سواء كان واحد مع خطيبته، او سواء كانت واحده مع خطيبها، او سواء كان زوجين، او سواء كان صاحب وصاحبه، او صاحبه وصاحبتها. ازاي اعرف ان انا مع الشخص الصح؟ رقم واحد، حينما ينتهي الحوار بينكما، الحوار بتتكلم معاه والحوار بينتهي بابتسامة مش بحزن وزعل، اعرف ان انت مع الشخص الصح. قعدت معاه، اتكلمت معاه، لو خلاص بعد المحادثة او بعد الجلوس معاه اصيبك هم او بقيت متضايق، اعرف ان انت مع الشخص الخطأ مش مع الشخص الصح. لان دايما الشخص الصح انا بحس معاه بشيء من الفرح، بشيء من السعادة، بشيء من الألفة. إنما لما أحس إن أنا بتكلم معاه حتى لو بنبدأ كلامنا بضحك وهزار ومحبة ومودة، وفي النهاية الموضوع بينتهي بينا لزعل أو اختلاف أو نقد، اعرف إن أنت مع الشخص الغلط، والحل مع الشخص الغلط انهي علاقتك بيه فورا وما تكملش معاه، علشان خاطر نفسيتك وعلشان خاطر صحتك وعلشان خاطر نفسك قبل اي حد تاني. فلما ما تحسش بالسعادة معاه اعرف ان انت مع الشخص الغلط. كذلك ايضا لما تغيب فترة ويبدأ ان هو ما يحسش بغيابك، اعرف ان انت مع الشخص الغلط. لما يحصل عندك اي ظرف ايا كان هو ايه، او تنشغل بحاجة معينة، او تبقى اصلا مش موجود، او تبقى اصلا في اي وضع وغبت عنه فتره يعني ايه الفتره؟ يعني مثلا 4 5 ايام، ودي وقت كبير جدا. لو هو فعلا بيحبك وبيفكر فيه هيبدا ينشغل بيك. طب انا ليه ما بشوفهوش؟ انا ليه مش بسمعه؟ انا ليه مش سامع صوته؟ فتلاقيه دايما بيخبط على بابك، او هتلاقيه دايما بيتصل بيك، او هتلاقيه دايما بيبعت رساله يطمن عليك ويطمن على سبب غيابك. لو غبت وصاحبك او حبيبك او حبيبتك ما حسش بغيابك ما تكملش معاه، اعرف ان هو بيضيع وقت معاك على الفاضي. وخلي بالك بقى حجة معلش انا ما بسألش عليك عشان خاطر انا مشغول، معلش انا ما بسألش عليك علشان خاطر اي حاجة، اعرف ان دي كللاته حجج فارغة. اللي بيحبك هيفضي نفسه علشانك، اللي بيحبك هيفضي نفسه عشان يطمن عليك، اللي بيحبك هيفضي نفسه عشان يتكلم معاك، اللي بيحبك هيفضي نفسه عشان يسأل عليك. انما بقى موضوع ان انا مشغول وان معلش انا ما كنتش مركز وكل الجو ده كلام تسويف ما بيأكلش عيش زي ما بيقولوا. طالما انت غبت ما حسش بغيابك، اعرف ان انت يا صديقي مع الشخص الغلط، وانهي هذه المسألة فورا. تالت حاجة، والحاجة مهمة جدا، وقت الشدة، وقت ما تكون في شدة، أو وقت ما تكون في أزمة، أو وقت ما تكون في بلاء، أو وقت ما يكون عندك أي مكروه، سواء كانت أزمة صحية أو سواء كانت أزمة مادية، اعمل حاجة مهمة جدا. بص على وشوش اللي حواليك وركز في وشوش اللي حواليك. بعد ما الأزمة تنتهي وتمر مرور الكرام، الموضوع انتهى، خلي حياتك وخلي تعاملاتك مع الناس اللي وقفت في ظهرك وقت الشدة، مش الناس اللي وقت فراغي بيجي يسهروا معايا ويقعدوا معايا ويتكلموا معايا وقت ما يكون عندي شدة ما لاقوهمش خالص. ساعة ما يحصل لك أي ظرف أيا كان هو إيه، يحصل لك أو يحصل لك يا رب كل خير، فرمل ستوب وابدأ نقي الأشخاص اللي حواليك. طلع ناس كانت بتسأل عنك ونزل ناس ما سألتش عنك، ونزل ناس اتخلت عنك. وخلي بالك يا صديقي ان الشدة جميلة جدا، الشدة ممتازة جدا، الشدة بتبين مين معاك ومين عليك. رحم الله الشدة لأنها توضح لنا الأشخاص، رحم الله الشدة لأنها تعرفنا على أشخاص لم نتعرف عليهم في الحقيقة. الشدة بتبين كل حاجة حواليا. بعد الشدة بتلاقي نفسك أصلا أنت قربت ناس منك، والمفترض زي ما قربت ناس منك تبعد ناس عنك. لما يحصل عندك شدة وتلاقي إن شخص ما سألش عليك
او اتخلى عنك، او عمل نفسه مش واخد باله منك، او عمل نفسه ما يعرفش، او عمل نفسه ان هو بعيد عنك، خلاص الموضوع انتهى. ساعة ما يمر عليك هذه الايام اسطب، انا مش هعامل حد تاني ما سألش عني، مش هعامل حد تاني ما وقفش في ظهري. والحقيقة فيلم اكس لارج كان فيلم جميل جدا بتاع احمد حلمي، لما جات له في النهاية هو عمل كل حاجة علشان خاطر يعجبها، وعمل كل حاجة علشانها، سافر علشانها، عمل كل جهد كبير جدا علشانها، صرف كتير جدا علشان خاطر ان هو يقدر يتواصل معاها. وفي النهاية هي لم تنظر إليه، ما بصتلوش بصت ابتسامة ولا بصت رضا اللي هو عايز ياخدها منها. فكان الموضوع بقى اللي كانت عايزاه يخس، وقالت له انا مش هتجوز الا لما تخس، يعني موقفه الجواز ان هو يخس. لما خس علشان نفسه، لما خس وجت بتكلمه قال لها انا اصلا مش فاكرك انت اصلا مين. الشاهد في الكلام الجميل ده ان ساعة ما يحصل معاك اي ظرف وتلاقي حد ما وقفش علشانك، او تلاقي حد تقبلك بعيوبك، يتقبلك بعيوبك. الشخص اللي بيحبك هيشوف عيوبك ممكن مميزات، هيشوف عيوبك ممكن ان انا لازم اتغاضى عنها. الشخص اللي بيحبك هيشوف عيوبك ان هي مش حاجة كبيرة جدا، لان دايما اخطر حد هيحبك امك. فدايما زي ما بيقولوا في الامثال، القرد في عين امه غزال. حتى لو انت انسان وحش او انت انسان فيك اي مشكله، وشخصك او حبيبتك او اي حد ايا كان بيحبك، والله هيتغاضى عن كل الامور ديت في سبيل ان هو بيحبك. انما بقى اللي هو بيقف على الوحده، ودايما بيركز في افعالك، ودايما لما بتعمل حاجه بيقلب عكسها، ودايما لما بيحصل منك اي حاجه لازم تبرر افعالك، ولازم لما يحصل معاك اي حاجه تعتذر. اسطب، حياتك وصحتك احسن من ان انت تضيع العمر مع اشخاص زي دول. لا، لازم تقف ولازم تقول شكرا وتمر عليهم، وخلي حياتك تمر عليهم مرور الكرام. شكرا ليكم، وانتوا الحقيقه ملكوش مكان عندي تاني. ورابع حاجه عشان اعرف ان انا مع الانسان الصح، لازم احس ان الشخص اللي انا بتكلم معاه او الشخص اللي انا بتعامل معاه ان هو مصلحتي عنده حاجه مهمه جدا. لما مصلحتي تبقى عنده حاجه مهمه جدا يبقى هو انسان بيحب العطاء. لما مصلحتي تبقى مهمه عنده جدا يبقى هو يبقى شخص مش اناني. لان خلي بالك ان الشخص الاناني ما تهموش غير مصلحته. فلذلك بتلاقي ناس كتير جدا بتسال ليه انا بعمل عشان مصلحتك وانت ما بتعملش علشان مصلحتي، ويبدا يسال ليه انا عايش علشانك وانت عايش علشان نفسك، ليه انا بديلك وانت مصمم تاخد مني، ليه انا بسخر حياتي ليك وانت مصمم تسخرني لنفسك. لما تلاقي انسان عايز يدوس عليك ومصلحتك مش مهمه عنده، وكلمه مصلحتك اهم حاجه مصلحتك الصحيه يا سيدي، طالما هو مش عامل على صحتك ومش خايف عليك، شكرا وانت مالكش مكان عندي، شكرا اتعامل مع حد غيري، شكرا انا والله مش فضيلة. الحاجة الخامسة والأخيرة والحاجة اللي مهمة جدا، لما تلاقي إنسان بيصيبك منه أي أذى أيا كان نوع الأذى، سواء كان أذى معنوي أو سواء كان أذى صحي أو أيا كان نوع الأذى، شكرا مالكش تعامل معانا تاني. أنا بكلمه واتكلم معاه وفي الآخر بحس إن أنا اتأذيت بسببه، شكرا الموضوع بينا انتهى. أنا بقعد معاه وساعتين ما أقعد معاه بحس إن أنا تعبان وبحس إن أنا كذا وكذا وكذا، شكرا مالكش تعامل معايا تاني. ده أنا بعمل علشانه وبديله وهو مصمم ياخد ما يدينيش، شكرا مالكش تعامل معايا تاني. ده انا بعمل علشانه كذا وكذا وكذا ومش بيقدر ومش بيديني حقي حتى في الكلام. خلي بالك ان التقدير ما بين الطرفين حاجه مهمه جدا، لازم يقدرك ولازم يحترمك ولازم يبقى عنده مبادئ تجاهك، ولازم يعمل كل اللي يقدر عليه علشان خاطر مصلحتك وعشان خاطر يفيدك وعشان خاطر يسعدك وعلشان خاطر المهم ان هو يعمل لك اي حاجه. الاشخاص دول مرحبا بهم. انما الناس الانانيه، الناس اللي بتحب تاخد ما بتديش، الناس اللي بتحب دايما
يعني تبقى هي دايما في الكفة الكسبانة زي ما بيقولوا، ومش مهم مصلحة الآخرين، واللي يتأذي يتأذي واللي يعمل دول نقول لهم كلمة واحدة بس: شكرا على الوقت اللي قضيناه معاكم، ولكن الحقيقة احنا مش فاضيين وما عندناش وقت. يسعدني ان حضراتكم تتابعوني، والسلام عليكم.